يا صباح الفل والياسمين. النهارده هنعمل طاجن لحمه بالخضار بطريقه جديده، بس بجد طعمه تحفه ودايب دوب كده زبده زبده. اللي هيدوقه منك هيطلبه كل يوم. طبق كده وطاجن يشرفك في العزومات وعلى سفره رمضان، بجد خطير، واللحمه دايبه دوب وما خدش معانا وقت في التحضير. نبتدي كلامنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. أول حاجة هننزل بالسمنة بتاعتنا، وبعد كده باللحمة اللي بتاعتنا. أي مقدار لحمة أنت هتعمليها، نص كيلو، ربع كيلو، كيلو، زي ما أنت عايز. ادي اللحمة صدمة وحمريها كويس. أنا عايزة اللحمة تبقى متحمرة واخدة اللون الأحمر من جميع الجوانب. هتدي طعم مميز جدا في الطاجن بتاعنا. ونحمرها ونحط عليها رشة فلفل أسمر، يعني أنا حطيت اللحمة ورشة فلفل أسمر، وحمريها بقى كويس لحد ما توصل معاك للون الأحمر. وطلعيها في طبق مننا كده على جنب. بعد كده حضري عندك بصلتين كبار حلوين كده، افرميهم او جوانح، بس اللي مش بيحب يشوف البصل في الاكل يفرمه. اللي بيحب البصل عادي يخليها جوانح. فانا فرمت البصل بشرته كويس، وبعد كده رشيت عليه رشه فلفل اسمر، وسبت وقلبت بقى البصل ده لحد ما البصله تدبل كده، وهنقلبها كويس لحد البصله تدبل. مش هتاخد مننا لون احمر، مش هتخش مننا في الحمار. بس كده بعد ما تدبل معانا البصل، هنرجع تاني باللحمه بتاعتنا ننزلها ونقلبهم مع بعض تقليبه كده. بالظبط كده، يعني دقيقتين يعني. طبعا البصل بتحط عليها رشه فلفل اسمر، وانت بتقلبيها تديها طعم مميز جدا. يعني الفلفل الاسمر دوت، وانت بتحمري الحاجه اديها رشه كده. وبعد كده نزلي الطماطم، عندك طماطم فريش ضرباها في الخلاط. وحطيت كمون وشطه. ما بحطش انا توابل كتير عشان ما بحبش اغير النكهه والطعم الاصلي بتاع الاكل. التوابل بيغير الطعم الاصلي للاكل. وبعد كده انزلي بالخضار اللي انت عايزاه، بسله، فاصوليا، اللي انت عايزاه. انا حطيت بسله وجزر وسبتهم بقى خلاص كده تستوى. بعد كده عملت طاجن رز معمر في الفرن خطير بجد. طبعا طريقته سهله جدا، ما بتاخدش وقت اساسا. انت بس اغسلي الرز كويس، واللبن تكوني مسخناه، اهم حاجه يكون اللبن يكون سخن. حضري مقدار الميه، حطي مقدار الميه كويسه، حطي السمنه البلدي. رز في الفرن، رز معمر في الفرن يعني سمنه بلدي. ظبطي الملح بتاعك، وحطي عليها بقى كمان معلقه قشطه كده من فوق، هتخلي تودي الطاجن ده معاكي في حته ثانيه خالص. انا لما بجيب اللبن بشيل الوش بتاعه وبحتفظ بيه، وبستخدمه بعد كده في ام علي وفي الرز وفي الاكلات اللي بتحتاج قشطه. بس كده، ودخلته الفرن بقى يستوي. كده الخضار عندي وصل لتلات ارباع سوا. رحت جايبه بطاطستين مقطعاهم مكعبات وحطيتهم عليه. اديت للبطاطس غلوه واحده، وبعد كده حضرت البرام عندي، كنت مسخناه مسبقا في الفرن، وحطيت فيه بقى الخضار. رجعت حطيت فيه الخضار كله. وبس كده، ودخلته الفرن بقى مع نفسه، خد وقدم حوالي ساعه، ساعه وربع كده. وطلعته على الفطار. كل سنه وانتم طيبين. كان بالجمال ده بجد حاجه فوق الخيال. دايب دوب وزبده وطعمه رهيب جدا. بصوا شايفين الجمال؟ خطير خطير خطير. لو اول مره تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك والشير. شايفين الجمال؟ حاجه كده فاخر من الاخر. واللحمه دايبه دوب والخضار استوى. سبته مع نفسه. لو احتاج منك لقيته وانتوا في وقت السوا، لو كان يعني الميه الصلصه يعني قلت شويه، زوديها ميه تكون سخنه. ما تزوديش الخضار او ما تزوديش اكل ميه ساقعه من الحنفيه. اكله سهله وسريعه التحضير، ما بتاخدش وقت، وطاجن يشرفك بجد في وقت العزومات. واللي هيطلبوا منك هيطلبوا دايما دايما دايما. طريقه سهله وبسيطه، ما بتاخدش وقت في التحضير. شايفين الجمال؟ دايب دوب كده، والرز المعمر والطاجن بجد حاجه خطيره. وهم بجد. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده من قناه لمة العيله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسيبكم بقى مع الجمال ده.